المستعمل هيبقى اتضحك عليك وخسرت كل فلوسك. اكيد حد قال لك كده قبل كده، صح؟ بس تعالى النهارده اقول لك 178 حاجه عشان ما يضحكش عليك. طبعا في ظل الزياده الجنونيه اللي حاصله في اسعار الهاردوير، كل الناس بدات تتجه للمستعمل. الدنيا ما بقاش فيها خير والله، ده حتى الاندومي غلي. ده انا فاكر كنت بجيب الصغير ب 2.5 والكبير ب 3. يا اسطى اندومي ايه؟ ما بس هبل بقى. بقول لك ازمه عالميه في الاندومي. بص، محدش مهتم بموضوع الاندومي ده غيرك، ماشي؟ ثم ان الازمه اللي بكلمك عليها دي حاصله في اسعار الرامات والهاردات الام دوت 2، واللي كل المؤشرات بتقول ان هي مكمله معانا طول 2026 وكمان ممكن 2027. يا خبر ابيض، دي فيها زياده في الاسعار تاني. كلمه كمان وهكمل الحلقه لوحدي. خلاص خلاص خلاص. ما قول لنا ده بسبب ايه؟ ما عرفتكش انا كده يعني. المهم ان ده كله حصل بسبب ان شركات الاي اي خلصت المخزون اللي متاح في السوق العالمي كله. ويؤسفني اقول لك ان الموضوع كمان بدأ يتجه لكروت الشاشة بعد ما الشركات المصنعة بقت بتواجه صعوبة كبيرة جدا في انها توفر في رام للكروت، وخايف يكون زي ما سوق الرامات حصل فيه زيادة 500% تقريبا ده يحصل في الكروت، اللي هو اصلا بدأ يا دوب يتعافى من ازمات زي التعدين والدولار وكورونا. الموضوع هيبقى صعب قوي. عشان كده جاي لك دلوقتي وبقول لك ليه وازاي تشتري مستعمل. طيب، اول حاجه خليني اسالك، هل فرق السعر يستاهل المخاطره ولا خليني في الجديد ابو ضمان احسن؟ لا معلش، لو الضمان 19 سنه يبقى اكيد الجديد احسن. حبيبي 19 سنه ده سن بلوغ مش ضمان اصلا. الضمان الجديد بيكون من سنه لثلاث سنين على حسب كل قطعه وعلى حسب الوكيل بتاعها، في حين ان الضمان بتاع المستعمل مثلا بيكون حوالي 14 يوم او شهر. بس بيكون في فرق سعر محترم يلم لك الدنيا على الضيق بدل ما تضطر تبيع كليتك. اوقات كتير بيكون المستعمل او الاستيراد صفقه، يعني مثلا لو قلنا في جهاز ثمنه جديد حوالي 40,000 ممكن تلاقيه مستعمل ب 25 أو 30,000 مثلا. فهتلاقي هنا إن فرق السعر حوالي 25% أو أكتر، وده بيكون بسبب إن هو مش بيقدم لك نفس ضمان الجديد. وكمان لو بتشتري لابتوب أو ماك بوك ممكن يكون في بعض الخدوش الظاهرية اللي مش بتأثر على أداء الجهاز، ولكن أكيد بتفرق في سعره. طب ما الدنيا حلوة أهو سهلة، وما إحنا مصعبينها على نفسنا ليه؟ عشان الموضوع يبدو بسيط جدا، ولكن خلي بالك إن أوقات كتير بيكون المستعمل فخ. أنا كنت عارف إن أنا هخسر كل فلوسي، أنا منحوس من يومي. استنى بس يا صديقي العشوائي هفهمك. أوقات كتير بيكون في حاجات مستخبية في النص، واللي لو شفتها غالبا هقولك اهرب وما تفكرش. يعني لو مثلا المواصفات عالية جدا والسعر قليل قوي، ودي حاجة تخليك تقلق وتفكر ليه شخص بيبيع جهاز بالامكانيات دي بسعر قليل كده، او ان التاجر او الشخص اللي بيبيع لك يكون مستعجل قوي في البيع ويرفض يديك فترة ضمان، او مثلا يقولك ضمان 48 ساعة. ما هو مش اختبار حساسية. اوعى ترضى بضمان اقل من 14 يوم لو هتشتري مستعمل، وخلي بالك ده حقك في قانون حماية المستهلك، يعني مش مألفينه. ومدة الضمان شاملة الاسترجاع، يعني ترجع الحاجة زي ما خدتها بالظبط وتاخد فلوسك. لو رفض الكلام ده اعرف ان هنا في مشكلة. يا عم الموضوع طلع كبير وانا غلبان وهيضحك عليا يا سعادة البيت. ولا ده عيب، ما تقولش كده، امال انا قاعد ليه؟ لو هتشتري لابتوب فخليني اقول لك على شوية حاجات تساعدك في الفحص الخارجي والفحص الداخلي. خلينا نبدأ الاول بالفحص الخارجي. تاخد بالك من حاجات زي ايه؟ واحد، ما يكونش فيه هزة جامدة في المفصلات بتاعته، يعني الشاشة مش بتاخد وتدي معاك بمجرد ما تلمسها. اتنين، مفيش فيها خدوش او ديد بيكسلز او حتى بقع الوان متغيرة. تلاتة، كيبورد كل ازراره شغالة ومش بتعلق والدوسة بتاعتها خفيفة. أربعة، التاتش باد مش بتعلق منك أو بتنتش أنت وبتحرك الماوس. خمسة، تتأكد إن الكاميرا شغالة كويس وصورتها كويسة، لأن بيكون فيها عيوب كتير كارثية، بص عليها حتى لو مش هتستخدمها. 6، الصوت واضح ومش بيزن، تتأكد ان السماعتين شغالين مش ناحية وناحية. 7، الصوت المراوح ما يكونش مبالغ فيه والجهاز لسه بيشتغل. امال لما تحمل عليه جامد هيعمل ايه؟ يعني لو كل الحاجات دي تمام اشتري؟ استنى بس يا عشوائي هقولك، لسه في فحص داخلي وده حوالي 80% من العك بيكون فيه. فتاخد بالك بقى من ايه؟ واحد، افتح التاسك مانجر واتأكد ان البروسيسور هو اللي موجود في الاعلان ولا حاجة تانية، ما يقولكش معلش اصل اتلخبطت. 2، الرامات كام قطعة، عشان بتفرق جدا في الاداء وان انت تعمل ابجريد قدام، لان اغلب اللابات بيكون فيها مكانين لرامات بس، فهو لو حاطط قطعتين 4 هو كاتب في الاعلان ان هم 8، بس انت قدام لما تحب تزودهم مش هتلاقي مكان، فهتضطر ان انت تشيل رامة من الرامات اللي راكبة، فهتخش في قصص وحوارات كتير. فتأكد الاول من عدد الرامات، وكمان تتأكد من التردد بتاع الرامات عشان مش كل التمانيات زي بعض.
وهسيب لك في الاي اللي فوق دي فيديو بيشرح ايه هو تردد الرامات ده اصلا. 3 كام هارد موجود ونوعهم ايه ومساحتهم كام. خلي بالك ان الهاردات بتفرق، مش اي 256 زي بعض. برضه هسيب لك في الاي اللي فوق شرح الفروق ما بينهم. 4 لو مثلا في كارت شاشه خارجي في الجهاز ده لازم تتاكد ان هو اللي انت شفت مواصفاته وفعلا موجود، عشان ما يقولكش سوري اصل اتلخبطت تاني، احنا ما ورناش غيرك ولا ايه. 5 نشوف البطاريه بتقعد قد ايه. نشغل الجهاز على اعلى اضاءه ونشغل فيلم ونسيبه حوالي 5 دقايق كده. لو مثلا ناقص 10% في ال5 دقايق دول، اذا كده البطاريه دي بتقعد حوالي من 40 ل 50 دقيقه. خلي بالك الموضوع ده مهم جدا. وطبعا كل ما تقلت على الجهاز اكتر في الاستخدام البطاريه هتنقص اسرع. انا بس بحاول احسب لك بالتقريب التصفح بيستهلك قد ايه. اكيد في معلومه تاني، ما هو انت كده اكيد مخلصتش. يا سلام، هو كده احبك يا عقل بتنور انت. عشان كده بقى نيجي لاخر حاجه وهي اختبارات الحراره والاداء. عارف يا صديقي فكره يخرجون اسوأ ما فيك ويقولون هذا انت؟ اهو ده بالظبط اللي بيحصل في الاختبار ده. هنحط الجهاز في صحراء من غير لا اكل ولا شرب، ولو هنج هقول لك لا وحش ما تشتروش. لا بهزر. اللي بيحصل بالظبط ان احنا بنحط الجهاز في ضغط عالي جدا ونشوفه هيتعامل معاه ازاي. لو الدنيا عدت تمام ودرجات الحراره معقوله يبقى خير وبركه، لكن بقى لو قال لك الضغط العالي بنتعامل معاه بكركديه سخن يبقى فكك. هي درجات الحراره المعقوله دي عامله كام؟ احبك كنت عندك دقه ب 2 جنيه الا ربع كده. درجات الحراره المعقوله دي ليها كذا صوره، يعني مثلا صوت المراوح ما يبقاش جايب اخر الشارع وانت لسه بتقول بسم الله. ولما تحب تعمل بنش مارك اللي هو الاختبار اللي احنا قلنا عليه ده، تدخل على جوجل وتكتب اسم القطعه بعدها average temperature، عشان مفيش رقم ثابت لدرجات الحراره لكل القطع. طب اشتري منين انا دلوقتي؟ ممكن تشتري من اي محل ثقة تعرفه، او كمان ممكن من اي منصة اونلاين زي دوبيزل وماركت بليس. بس طبعا لازم تاخد بالك واحتياطاتك لابعد الحدود. لازم تبقى عارف ان مفيش حاجة مضمونة بنسبة 100%، وان مش دايما السعر القليل بيكون صفقة. يعني اعمل ايه يا سعادة البيت؟ اندومي. اسكت مش غلي، ده انا فاكر كنت بجيب الصغير ب2.5 والكبير انت بتهزر؟ بقول لك انا محتار، انا في مصيبة. تعالى بس يا راجل ما تبالغش، انا هعمل لك اندومي وهم يكونوا عملوا لايك وسبسكرايب لحد ما الاندومي